احبتي، هنتكلم النهارده في حاجه مهمه جدا. الاول نفهمها وبعدين نقص الفستان. دلوقتي ده الحوار بيني وبين احدى المتابعات، كانت بتقول لي ان انا دلوقتي لما باجي اتفرج على كل الناس بيعمل 2 سم زياده ارتفاع في منطقه الامام عند الرقبه عن الخلف، وان انا بشوف في فيديوهاتك ان انت بتقول لا يشترط ان يكون في 2 سم. ماشي، هنتكلم في النقطه دي الاول نوضحها. العلم، لسه كنا بنتكلم مع احد الناس قاعد معايا اهو، العلم شيء والخبره شيء اخر. النهارده لما باجي اخد المقاس الامام واجي اخد مقاس الخلف، خلاص بيطلع لي ناتجين. الناتج الاول وهو طول الصدر من الامام وطول الخلف للظهر. اما يطلع الظهر متساوي مع الامام، حضرتك بقى بما انك درست ان الامام يبقى اعلى من الظهر ب 2 سم، تقف مسبهل وتضطر تعمل الامام اعلى، فيجي لك تجاعيد عند منطقه الصدر او تحت الرقبه، وتبقى انت شغال صح، فعلا شغال صح، وتقول امال العيب جاي منين؟ العيب جاي نتيجه ان اللي علمك ما قالكش ان لا يشترط ان يكون الامام اعلى من الخلف، ولا يشترط ان يكون الخلف اعلى من الامام، ولا يشترط ان يكون متساويان. بالعكس، ممكن تلاقيهم متساويين وممكن تلاقيهم واحد اعلى من الثاني والظهر اعلى والعكس. هتقول لي اعمل لنا حلقه، مش هي دورها النهارده، ولكن هنتكلم عن اللي موجود قدامنا النهارده ونعمل فستان هيبقى البطانه بتاعته اسود وهو اللون ده، ونقول المعلومه بتاعتنا النهارده. انا باخد عرض المسطره كده وباخد خط من الاعلى واقول طول الظهر كام. انا بدات بشتغل من غير باترون. طول الظهر عندي 40، بضيف لل 40 دي سنتي خياطه فوق في الكتف وسنتي خياطه تحت، يبقى انا عايز 2 سم، يبقى انا هشتغل على 42 سم. انا بضيف خياطاتي وانا شغال، بضيف خياطاتي وانا شغال. في طريقه عجبتني على الانترنت لواحد اجنبي، ان شاء الله هدرسها كويس واتعمق فيها وهشرحها لكم برضه. بعد ما خدت طول الظهر بشوف محيط الذراع 36 سم، مع ان الصدر ودورانه 113. هتقول لي ايه الحكمه وطول الظهر 40؟ لو انا اشتغلت طول الظهر 40 على الاثنين هتديني كام؟ 20 زائد 3 تبقى 23 من هنا. هي نفس الفكره اللي كنا هنشتغل عليها في الذراع، قلنا كان 23 اهو. عندي فوق سنتي طاير خياطه، هضطر اعوضه تحت او هسيبه، مش هتفرق معايا قوي اهو. خلاص طيب، يبقى انا كده خدت طول الظهر زائد 2 سم خياطه، سنتي طاير في الكتف فوق، سنتي طاير في الوسط تحت. ده الكلام ده في الكورساج على فكره العلوي، انا بشتغل كورساج علوي. باخد خط الكتف بنزل عنه 4 سم اساسي، 4 سم اساسي، وفي ناس بتشتغل 4.5. اقل من كده ما اعتقدش ان يديني النتيجه ناجحه، عشان كده بتشتغل 3 و2 مفيش نتيجه ناجحه. وفي فيديوهات هنزلها لكم هتلاقوا فيها كوارث ان شاء الله مع الفيديوهات اللي جايه دي. باخد دوران رقبه 8 سم او 7 سم، مش هتفرق معايا، مع ان هي ليها حسبه ثانيه خالص. هتقول لي ايه هي الحسبه؟ اقول لك تاخد دوران الصدر وتقسمه على 16، الناتج اللي هيطلع تحط صاده 1. يبقى اديتك الطريقه الفقاقه واديتك الطريقه العلميه. طريقه الفقاقه تحط 7 أو 8 زي زمايلنا براحتك، اهي ماشيه وشغاله. احنا كنا بنقول ايه؟ دوران رقبه يبقى تاخد الصدر على 16، دوران الصدر كامل على 16، الناتج زائد 1، وممكن تحطه من غير الواحد، هي والله العظيم في الاخر. طيب الكتف عندنا 40 و41 سم، 41 سم. بمناسبه ان الكتف 41 وبعد كده عامل علامه 14، فانا هقول لكم مين اللي واخد المقاسات دي؟ الاخ حسن ربنا يبارك له، هو دلوقتي في المانيا، يا ريت ندعيله. وقال لك ان المسافه دي 14 سم، يبقى نحط كده 14 سم كده اهو. ده معناه لو على كلام المقاسات اللي هو خدها يبقى الرقبه بتاعتنا 7 سم مش 8 سم. ماشي؟ هتقول لي ايه اللي انت عملته؟ اقول لك خدت الكتفين من هنا لهنا، وبعدين خدت الكتف لوحده من هنا لهنا. لما خدت الكتفين وطلعت الكتف الفرداني ده اهو، طلع لي المسافه دي اوتوماتيك لوحدها. خلاص؟ همد خط بميل الكتف، وبعد كده هنزل
عرض الظهر، وعرض الظهر هنا عرض الظهر معلش تحملوني شويه الحلقه ممكن تبقى غلسه شويه 40، يبقى المسافه دي المفروض انها 20 معايا مظبوطه. وهبدا هاخد الدوره المثاليه. بصوا بقى انا ماشي كده معاك وتاتا تاتا، انت رسمت باترونك المسطح العادي اهو. هنحط البنس بتاعتنا هي 10 سم بخليها 11. طب ليه خليتها 11؟ عشان عندي سنتي رايح فين قبل رشا في الخياطات. حطيت البنسه بتاعتي ونبدا هنا نقف. انا دلوقتي عايز اعمل بنسه في الكتف. بنسه فين؟ في الكتف. الكتف ده قلنا 14 حلو، نصه كام؟ 7. هاخد السبعه بتاعتي من حرف من عند الرقبه ومعاه سنتي خياطه كمان يبقى 8، واوصله لحد تحت المسافه دي ب 3 سم. وهعمل كده. طب يا عم اتش انت دلوقتي لو انت قصيت كده ورحت لامم المقاس ده نقص كام؟ نقص 2 سم. اروح مزود ل 2 سم. مفيش لون تاني في الملف؟ خليك خلاص. هزود ل 2 سم اهو. انا ماشي بالبلدي خالص ومعلش احنا بقى الجيران زي ما عودتكم نسمع اخبارهم مع بعضنا كده سوا. طيب هنا عندي دوران الصدر. كده احنا خلاص قلنا الكتف طبعا الحته دي 2 سم ونص او 2 سم او سم ونص مالهاش قاعده. طب انت كنت هتعملها 2 سم ونص، هقول لك ليه. الست الحته دي هنا كده في شحوم، فانا لو خدت مسافه 2 سم هتبقى ايه؟ بارزه. هتقول لي مش فاهم انا، هي كده في شحوم هنا بنزل زياده، مفيش بخليها اقل. ماشي، يبقى انا كده زودت الكتف بتاعي بعد ما كان 14 بقى كام؟ 16 بالخياطه. 16 بالخياطه. وبعد جينا بقى لمنطقه الصدر. الصدر كان عندي كام؟ 113. هنا بما انه فستان انا ما بزودش حاجه. في حد بيقول لي وزيادتك كذا او نقصان كذا، انا وانا بشرح بطريقتي. انت متعود ان يبقى عندك 3 سم، انا ماليش دعوه، حط 3 سم وجرب. مش انا مش قران انزل. تعاتبني في حاله واحده لما اقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، اقول لا، فيما معناه او ما بيانه، عشان لو انا قلت قال يبقى لابد ان القول يكون جاي من الرسول، فيما معناه يبقى الموضوع بعيد خالص، يبقى انا اديت المعنى بتاعه، انا بديك المعنى وانت بقى ابحث ودور براحتك. الصدر بتاعنا 113. ادي ال 113 اهو. انا راجل بليد في الحساب، باخدهم كده وبحط العلامه بتاعتي عند الربع بتاعي كده. يا عم الحاج هو انت حطيت الربع وبس؟ طب مش في 2 سم خياطه؟ ايوه، بحطهم لك باللون الازرق. تروح جاي يبقى انا كده المسافه الاولانيه الابيض او الاصفر هو الاساس، بعد كده بالزيادات بكل حاجه يبقى انا كده ايه اهو الازرق هو اللي هيطلع الناتج. طيب نيجي بقى عند الوسط. الوسط بتاعنا كام؟ الوسط بتاعنا 102، الربع بتاعنا 26 ولما اجي اقص الحته دي المقاس كام؟ 2 سم. خليكم فاكرين اهو. طيب ادي 26 نحطهم. دول كانوا كام؟ 30. من ال 26 بقى لي كام؟ 4 سم. طيب 4 سم انا هاخد 2 سم بنسه في الحته دي كفايه. 2 سم بنسه وابدا من تحت عند العلامه اللي انا واخدها 3. وسامحوني على الاصوات اللي جايه من بره. ماشي؟ طيب عشان نفهم الخياطه البسيطه، انا لو انا لميت دول كده يبقى انا عايز 26 لان دول رايحين بنس اهو. نحط ال 26 اهو اهو كده. يا ريت تبقى مفهومه، يا ريت تبقى مفهومه، عشان ما اجيش اقول لك 26 و2 سم رايحين في البنسه و2 سم في خياطه لسه. حسبتها لك بطريقه بسيطه اهي. واحط كده، وعرض المسطره ده معايا للزياده القص هقصه قدامكم. بسيب مسافه للسوسته سنتي
بقص كده بخيطاتي بسلطاتي بغنوجي بكل حاجة. انا هسيب طالما هنا خطوط تعتبر شبه مظبوطه، هسيب كمان اكتر من 3 سم اللي انا سايبهم لحد ما اخلص شغلي واعمل برافتي، مش هيفرق حاجه. ادي البنسه بتاعتي، ادي الباترون بتاعي طالع على القماش. طيب يا عم الحاج لما نيجي دلوقتي للامام هتصرف بنستك ازاي؟ هنيجي كده انتظرونا الجزء التاني.